عايزك تتفرج على حته من اعلان رمضان بتاع فودافون بتاع محمد صلاح. تيجي نعيش العمر لحظة بلحظة بلحظة، تعالى نعيش ونسيب بكرة لبكرة لبكرة، وأصلا ده مفيش في إيدينا غير دلوقتي نعيشه، تعالى نعيش. تيجي نعيش العمر لحظة. انا مشكلتي ايه بقى مع الاعلان ده؟ مشكلتي مع الاعلان ده الناس زيي، ناس اصغر مني، ناس اكبر مني بشويه، بيتفرجوا على الاعلان ده هم قاعدين على الكنبه، هم بيتفرجوا على رامز بياكلوا كنافه ومش عارف ايه، وبعدين يفضلوا في بريك 5 مرات يسمعوا عشان الاعلان ده بيفضل يتعاد. وانا في الجيم لاحظت في اعلان كده عمال يتعاد، فشفت ايه الاعلان ده، وبعدين طلع مع اللي بتاع محمد صلاح اللي هو عيش لحظه بلحظه وبعديها سيبك من بكره. عايز اكد لك معلومه، محمد صلاح ما كانش بيعيش لحظه بلحظه وما كانش بيسيب حاجه لبكره. وانت عمال تسمع الاعلان ده 5 مرات ودماغك ما بتعرفش تفرق ما بين الجد والهزار، وعمال تسمع ليش عيش لحظه بلحظه، عيش لحظه بلحظه، وبعدين سيبك من بكره. وانت كنت بتعمل كده طول حياتك وانا كنت بعمل كده. ان انا مثلا عندي امتحان بكره او عندي امتحان بعد بكره، المفروض اذاكر من دلوقتي عشان احسن الدرجه بتاعتي، مني ما اسيبش كل حاجه لبكره وبعدين ما اذاكرش، اقول لسه هذاكر بكره، هلم المنهج بكره كله او هلم السبجكت دي كلها بكره، وبعدين بكره يجي وبعدين المذاكره تبقى قليله جدا وما اعرفش الم المنهج واعمل وحش في الامتحان. فاللي انت تسيب لبكره وانت تعيش اللحظه دي، سيبك من الدماغ دي خالص. وانا عارف ده اعلان رمضان وهزار وكل حاجه، بس بجد انا عندي مشكله مع الاعلانات دي عشان ما بحبش حد زيي او حد ناس عايزه توصل لاهدافها بتسمع الاعلان ده وبتصدق بقى الكلام تعيش لحظه بلحظه. لا، انت لو عشت لحظه بلحظه والله ما توصل لاهدافك. وليه تسمع كلامي؟ انا عندي 18 سنه واسمي يوسف محمود، ودلوقتي انا لسه في مدرسه اي بي دبلومه اللي هي اصعب دبلومه في العالم، وبشتغل على حلمي بقالي سنتين. بعمل فيديوهات وبشتغل على اونلاين بيزنس وبذاكر وبتدرب كل يوم، واقدر اقول لك ازاي تتحكم في حياتك وتشتغل على نفسك عشان ده بجد هو اللي هيوصلك اللي انت عايزه. بجد ده احسن احساس ان انت بتشتغل على نفسك عشان توصل لاهدافك. فسيبك من الاعلانات دي، سيبك من المسلسلات، الحاجات دي بتضيع وقتك بطريقه مش طبيعيه. انت مثلا لو مسلسل 40 دقيقه وكان ما بينه اعلانات، انت بتضيع كميه وقت من حياتك انت مش مصدقها. انت فاكر الوقت ده بيرجع لك؟ الوقت ده مش هيرجع لك. انا دايما بعيش بحاجه اسمها there is no tomorrow. لو اتفرجت على فيلم روكي او حاجه، عارف لما ابولو كريد يفضل يزعق في روكي there is no tomorrow، مفيش بكره. انا بالنسبه لي مفيش بكره، انا لازم اشتغل على نفسي دلوقتي يا اما مش هوصل اللي انا عايزه. انا طول حياتي كنت مثلا اكتب حاجه وانا نفسي هذاكر بكره، مش عارف هعمل إيه، هشتغل بكره، هعمل الفيديو ده بكره، وبعدين بكره يجي وفي الاخر ما اعملوش، وفي الاخر اعمله بطريقه وحشه يعني. فبكره ما تسيبش حاجه لبكره، اياك تسيب حاجه لبكره، وما تتفرجش على الاعلانات دي وما تتفرجش على المسلسلات، وركز على نفسك عشان دي الطريقه الوحيده اللي انت هتظبط من حياتك وتسترجع التحكم. عشان انت لو ما عملتش كده الناس هتتحكم في حياتك، مامتك وابوك هيتحكموا في حياتك، عيلتك هتتحكم في حياتك، الناس كلها هتتحكم في حياتك وانت مش تعمل اللي انت عايزه في الاخر. فركز، سيبك من الاعلانات، ركز على النهارده سيبك من بكره. مش ايه الهبل ده، ايه الهبل ده فعلا، هبل بجد. انا عارف ده اعلان رمضان وهزار، بس دي الحاجات دي بتضايقني عشان مثلا انا بفتكر نفسي وانا صغير لما كنت بتفرج على الحاجات دي ودماغي ما بتعرفش تفرق، وبعدين حياتي سيئه. بس يعني الاعلانات دي مش هي الحاجه الوحيده، بس دي اسبكت كبير. ليه الناس مش مركزه؟ ليه الناس مكسله طول الوقت؟ ليه الناس مش بتشتغل على نفسها؟ هو الاعلانات دي تفضل تقول لها عيش لحظه بلحظه. تمام، ها محمد صلاح كان بيعيش لحظه بلحظه ودلوقتي احسن لاعب كوره في العالم وبيعمل فلوس كتير جدا ومشهور، والله العظيم ما كانش بيعيش لحظه بلحظه. فانا عايزك توصل لاهدافك، وانت لو عايزني اساعدك 1 اون 1 ازاي توصل لاهدافك وتشتغل على نفسك عشان انت حياتك بيزي، مثلا عندك مدرسه، عندك شغل، عندك جامعه، هقول لك ازاي بالظبط. عشان انا بقالي بجد سنتين وبعرف ابالانس كل حاجه، تدريب كل يوم، اشتغل على احلامي، بزنس ويوتيوب، وكمان اذاكر. فانا اقدر اقول لك ازاي بالظبط، وهي لينك ان ديسكربشن لو انت عايز تشوف. فبطل تتفرج على الاعلانات دي، بطل بجد تتفرج على الاعلانات دي. الاعلانات دي هتبوظك وهتخليك ما توصلش لاهدافك خالص. دايما افتكر there is no tomorrow. وبس ده اللي انا عندي اقوله لك، ما تتفرجش على الاعلانات الهبله العبيطه دي، وما تعيش في اللحظه وسيبك من بكره. يلا ان شاء الله هتوصل لهدفك.